ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لما سيدنا يعقوب وصل للقاء ابنه يوسف عليهما السلام، سيدنا يوسف رفع أبويه على العرش، يعني قعدهم على سرير الملك جنب منه، فخروا له سجدا هو واخواته التانيين اللي هم كانوا 11. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، اللي هو الحلم اللي حلمه سيدنا يوسف في اول الصوره اللي اخبر بيه سيدنا يعقوب. وكان ساعتها في الوقت ده في الشرائع عندهم انهم بيسجدوا للكبير احتراما وتقديرا له، وفضل الامر على كده لغايه ما ارسل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى فجعل السجود خالصا لله سبحانه وتعالى من حينها. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، اللي هي ارض صحراء ما فيهاش عمران، فجاء بهم من ارض الباديه اللي هي اسمها كنعان الى مصر. الله سبحانه وتعالى وهب مصر من زمان ان هي ارض تكون فيها عمار، وجعل كأن اللي يخش مصر اكنه في نعمه سبحان الله وبحمده. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هنا بقى عايزك تبص، هنا اخوات سيدنا يوسف دول اللي حقدوا عليه زمان، واللي خدوه من حضن ابوه ورموه في البير ودخل السجن وعاش طول حياته تقريبا على ان هو عبد، بعد ما كان عايش في رفاهيه في رعايه ابوه سيدنا يعقوب عليه السلام، واتهموه بالسرقه زي ما قلنا قبل كده في مقطع سابق. ولكن جه في الاخر نفع عنهم كل ده ونسبوا الى الشيطان. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ده هو الشيطان هو اللي وقع بينا. ده غير ان هو بدا الايات بقوله وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، يعني المفروض اول ما يشوف ابوه يقعد يذكر ده رموني، ده انا اشتروني بثمن زهيد، ده انا فضلت عايش عبد، ده انا امراته العزيزه عملت وعملت. وهو هنا ما حبش يذكرها، واحد تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، والنقطه دي ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. لكن نرجع تاني ان سيدنا يوسف قال لك ده الشيطان. وقبل كده برضه قال لهم ايه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، برضه ادهم عذر هنا، يعني انتوا كنتوا جهله، انتوا ما كنتوش عارفين. الله سبحانه وتعالى في كثير من الايات بيوصينا دايما بصله الرحم، لكن هنا لازم تاخد بالك من وصيه خاصه، معامله الاخ مع الاخوات. اصل اخوك ده عمره ما هيكون زي اي بني ادم تاني بيمر عليك في حياتك. سيدنا موسى لما ارسله الله سبحانه وتعالى لفرعون، فكان طلب سيدنا موسى من ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي، ما قالش لابويا ولا امي ولا ابني، قال هارون اخي. فكأن الله سبحانه وتعالى لما راى تعلق موسى باخيه هارون ارسل الى اخوه ورفعه من مجرد بشر الى بشر يوحى اليه. رحمات ربنا سبحانه وتعالى بتنزل على الاخوات بشكل مش طبيعي لما بيتعلقوا ببعض، ولذلك الخطاب بعد كده على طول كان بصيغه المثنى، اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا قال لا تخافا. وفي سوره يونس قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. عارف رحمات عماله تتنزل بسبب طلب موسى. اخوك اذاك كتير، اعتقد مهما حصل مفيش اخوه هيأذوا اخوهم زي ما عمل اخوات يوسف في يوسف عليه السلام، ولكن مع ذلك جه في الاخر قال لهم من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. اصل انا مش هينفع ازعل من اخويا، انا لازم اعديله، غلط بقى ما غلطش دي مش مشكله، ده نزغ من الشيطان بيني وبين اخويا، انا متاكد ان اخويا كويس. طب الشيطان نزغ بيني وبين اخويا تاني، مش مشكله، انا هسامحه. فاكر الا تحبون ان يغفر الله لكم؟